حادث أليم يخطف حياة مجموعة من رجال الشرطة المغربية في سيدي إفني. إليكم التفاصيل الكاملة. اهتز الشارع المغربي صباح اليوم السبت على وقع فاجعة طرقية أليمة، حيث شهد إقليم سيدي إفني انقلاب حافلة كانت تقل عناصر من المديرية العامة للأمن الوطني على مستوى قنطرة أدبوشي. الأخبار المتداولة لحدود الساعة تفيد بأن الحافلة كانت تقل حوالي 40 عنصر من أفراد الأمن الوطني بين مدينة سيدي إفني ومير اللفت. كانوا في مهمة أمنية، حيث وصل عدد الوفيات لحدود الساعة وفق لما يتم تداوله حوالي 5 شرطيين، مع تسجيل عدد من الإصابات الخطيرة جرى نقلهم إلى المستشفى الإقليمي بسيدي إفني لتلقي العلاجات الضرورية. وفور وقوع الحادث استنفرت السلطات المحلية من عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية من أجل التعامل مع هذه الفاجعة الطرقية، فيما فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد أسباب وملابسات الحادث.